إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. نعمل ايه؟ لنطرح كل ثقل. يعني ايه ثقل؟ يعني هم. شيل دي على العذر. ده انا بتبسط قوي من ولادنا. مره شفت ولد كده لطيف مع جدول الامتحانات كاتب العربي على عذرة، الانجليزي على مريمينا، الحساب. هو شايل مين معاه؟ ما تشيله. ليه شايل انت الهم؟ لان لنا سحابة من الشهود لنطرح كل ثقل. نحطه على فين؟ نحطه على السحاب. شايل دي لأم النور، شايل ده المرجرجس، شايل ده لابو سيفين، شايل ده المريمينا، وربنا مش بيزعل. وربنا مش بيزعل. قول انا سبت الموضوع ده على فلان، خلاص انا مطمن. والعذراء ام حنونة ايها الاحباء لا تخيب رجاء احد. طرحوا كل ثقل، كل هم. هو قال تعالوا الي يا ثقيلي الاحمال. ثقيلي، شيل الثقل واطرحوا عليه. بطرح ايه تاني يا رب غير الهم؟ هتطرح حاجة تاني. والخطية المحيطة بنا. في خطايا الشيطان قاعد عمال يغوي الكل. اطرح الخطية بسهولة. ليه؟ عشان القديسين معاه. ده يرضي القديسين اللي حواليا، ده يرضي القديسين اللي حواليا، يرضي ارواح الابرار اللي حواليا. في جهادنا الروحي ايها الاحباء، احساسنا بوجود القديسين حوالينا يخلينا نطرح الخطية بسهولة بسهولة. بعد يجي يقول لك انا مش قادر. طب ما تحمل دي. مش قادر اتشفع بالانبا برقام. مش قادر تتوب اتشفع بالانبا موسى. مش قادر اتشفع بالبابا كيرلس. مش قادر تخدم اتشفع بأم النور. اطرح كل خطية وثقل بسهولة. ليه؟ لأن لنا هذه السحابة أيها الأحباء. بقى الجهاد سهل. ليه؟ لوجود هذه السحابة من حولنا.